هل الثيرابي غالي؟ دي حاجة أنا بشوف إن هي relative. يعني الثيرابي فيز ساعات بتساوي الفيز بتاعت أي دكتور في أي عيادة أخرى في أي مرض آخر. ساعات بتبقى أقل، ساعات بتبقى أكتر. بس خليني أقولك على حاجة مهمة قوي في الإطار ده، إنه الناس دايماً شايفة إنه الثيرابي معمول عشان أتبسط، مش عشان حياتي تبقى أحسن والمايندسيت بتاعتي تتغير وبريسيف الحياة بشكل مختلف. فدايما هتلاقيه بيعمل مقارنة غريبة قوي، انه ايه ده، انا هروح اعمل ثيرابي ب 300 جنيه او ب 500 جنيه، طب ما انا هخرج مع اصحابي واصرف نفس ال 300 جنيه واتبسط، او هروح دهب واتبسط اكتر. هو المس بيرسبشن جاي من هنا. هو الثيرابي مش معمول عشان تبقى انت مبسوط. لو رحت دهب هتتبسط، بس ده مش هيغير من الفاكتس والمشاكل اللي موجودة في حياتك، مش هيساعدك انك تتحرك لقدام. فالناس بتشوفه غالي ليه؟ لانها بتعمل المقارنه دي دايما. انا شايف ان انا رايح ثيرابي، انا والدكتور هنتكلم مع بعض شويه، فانا اروح اتكلم مع اصحابي بنفس الفلوس دي او ارخص وهبقى مبسوط برضه. فالدكتور مش هيخليك مبسوط بس، الدكتور هينور لمط كتير في دماغك عشان تشوف حياتك بشكل مختلف. واحنا في شازلونج مؤمنين باكسسبيليتي، وبيجي معاها على طول افوردابيلتي. لو انت دخلت على الويب سايت shazlong.com هتلاقي فيه فرايتي رهيب جدا في الاسعار، هتلاقي very 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 affordable sessions، وهتلاقي sessions تانية ممكن تبقى relatively غالية، بس ده بيتوقف على خبرة الدكتور. ممكن يكون الدكتور ده بيعالج حاجة معينة that is very specialized، مش ناس كتير بتعملها. بس في الاخر overall لا، ثيرابي من وجهة نظري given the effect that it gives you in your life مش حاجة غالية خالص.